السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عاملين ايه؟ وحشتوني، بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. مش تسألوا عني كده؟ ينفع الكلام ده؟ على العموم النهارده انا جايلكم فيديو حلو قوي، ان شاء الله يا رب كده يعجبكم. في البداية كده، لأول مرة يشوفني يعمل لايك وشير للفيديو، ولو مش مشترك عندي يا ريت اتمنى انه يشترك عندي في القناة. بصوا، في البداية انا هقول لكم انا هعمل ايه. انا المفروض هعمل رجيم. فانا دلوقتي جايبه حوالي 4 معالق شوفان، وهحط عليهم كمان زبدية، وهحط عليهم حبة قرفة صغيرين. النظام الغذائي بتاع الشوفان ده حلو قوي، وكمان بيخليكي تحسي بالشبع مدة طويلة، طول اليوم. وبصي يعني كلي مثلا، او اللي هيعمل النظام ده، الزبدية بحبة الشوفان بحبة القرفة دول. لو حابب يحط عليهم موزة، حلوة قوي، جميل زي الفل. وبعدين اشربي ميه كتير، يعني اشربي ميه كتير قوي. خلاص اكلت انا الشوفان بالزبادي. وبعدين هبدأ دلوقتي اعمل ايه؟ هبدأ دلوقتي اعمل القهوة بتاعتي. خلاص. انا عملت القهوة، يعني مش عايزة اقول لكم ان انا اوقات كتير بشربها سادة، بس مش مشكلة، ما يمنعش يعني لو حطينا فيها نص معلقة سكر. خلاص فطرت وكمان شربت القهوة. هبدأ دلوقتي اتبل يعني هعمل الخلطة بتاعت ايه، بتاعت الفراخ. هحط زبادي، هحط بابريكا، هحط كمون، فلفل ابيض، هحط كمان بابريكا مدخنه، وهحط بهار فراخ، وهحط دبس رمان، وكمان هحط زيت زيتون. خلاص. وكمان هحط معلقتين عسل اسود، وهحط ملح، وهحط كمان بصل بودر وتوم بودر، والخلطه بتاعت الماجي اللي هي بتاعت المشويات. تمام. هو ده كل اللي انا هعمله. كمان هضيف حبة روزماري، بس هفركهم بايدي عشان اطلع ايه الريحة بتاعتهم يعني. وممكن بقى لو متاح عندك ممكن تحطي جنزبيل، مفيش مشكلة، حطي برضو نص معلقة جنزبيل مطحون، وكمان عصرة ليمونة حلوة كده، وهحط الملح. وبعدين هبدأ اقلب الخلطة بتاعتي دي كويس قوي. خلاص. الخلطة دي تنفع للشيش طاووق، للصدور المشوية، للفراخ المشوية. خلطة للشاورما، تتبلي فيها الشاورما بتاعتك، او هتتبلي فيها اللي هي تتبيلة المشويات عموما. يعني انا بعتمد الخلطة دي للمشويات. هقلبها بقى كويس بالشكل ده. خلاص. وبعدين احنا هنعمل دلوقتي 3 اصناف من الصدور البانيه اللي عندي. يعني البانيه مش شرط بقى ان هو يتقلى في الزيت او يتعمل شاورما بس. لا، احنا هنعمل منه 3 خلطات النهارده، هنعمل منه 3 طبخات. يعني هنعمل منه الدينر التركي، وكمان هنعمل منه ايه، الصدور اللي هي المشوية في الجريل، وهنعمل معاه الشاورما بس بطريقة مختلفة شوية. هي بصوا يعني بتختلف في الطعم شوية، بس الطريقة، يعني الطريقة بتبقى حلوة قوي، هتعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. بصوا ده شكل الصدور بعد ما ايه، بعد ما تبلناها، وهنسيبها في التلاجة ساعتين. هنلفها بستريتش ونسيبها ساعتين. على فكرة لو الصدور كانت موجودة في الفريزر قبلها وانت فكتيها، عادي ممكن تحط عليها الخلطة بتاعتها وتستخدميها، مفيش اي مشكلة. انا دلوقتي هجيب الاسترتش، وبعدين هبدأ اضيف كده ايه فيه، يعني احط فيه حوالي 10-15 قطعة. هو تقريبا ما كملش حتى 15، ممكن 10-12 قطعة من الصدور اللي هي اللي متقطعة رفيعة دي، الفيليه. وبعدين هبدأ بصوا يعني الفها كده. بس والله العظيم بتاعت الاسترتش دي غلبتني. جت في الاخر، هي كانت شغاله كويس جدا، جت في الاخر وبتتبرم وبتتقطع كده، معرفش ايه السبب. هحط انا دلوقتي زي ما قلت لكم كام شريحه كده، هلفها وابرمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص. وبعد كده هحطها في الفريزر. تمام. دلوقتي انا هبدا ايه، اعمل الشاورما. هعمل فيها ايه؟ هجيب بطاطايه، وهجيب كمان الخليتين بتوع الشيش طاووق، وهقوم رايحه ايه رشقاهم فيها من النص كده. وبعد كده هاخد الصدور زي ما انتوا شايفينها كده، هفضل ايه يعني ادخلها واحده ورا التانية بنفس المستوى يعني. تمام. هحطها كده بالعرض. خلاص. بصوا يعني البطاطايه هتجيبيها وهتغسليها كويس، وهتحطي فيها العصيان دي، وبعد كده هتبداي ترشقي فيها الصدور بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا هي شكلها مختلف، طريقة تانية. مش هنحطها بقى على النار وهنحط فيها سمنة او زيت او كلام من ده.
عفوا. خلاص. وبعد كده ايه، انا حبيت اغلف الصينيه بورق الفويل عشان بس الصينيه ما تتبهدلش، لان هي هتنزل صوص اكيد، وممكن تحرق لي الصينيه. طب واقعد ادعك انا بقى واغسل واعمل، طب وليه؟ هنحطينا الورق الفويل بالشكل ده. خلاص. وهنحط بقى الايه الشاورما في الفرن. هنحطها في الفرن شويه، وبعدين لما تبدا تستوي هنبدا يعني نحطها في نشغل لها الشوايه لحد ما وشها يتحمر. على ما هي تستوي هنكون احنا عملنا ايه، العيش. انا حابه ان انا اعمل العيش اللي هو الابيض الطري ده مع الشاورما، بيبقى طعمه حلو قوي. خلاص. مش هنعمل بقى ايه يعني، احنا الخلط العجين بتاع العيش ده ممكن يتعمل بيه العيش السوري، او اللي هو عيش التورتيلا، او اللي هو العيش العادي. عايزه يعني لو انت عايزاه عيش عادي هتبططيه يبقى سميك شويه، وهتسيبيه ان هو يخمر. اللي هو العيش اللي هو التورتيلا بتقومي رايحه مرققاه، وبعد كده بتسويه على الطاسه عادي، مفيش اي مشكله فيه. ايه هو عباره عن ايه، 4 كوبايات دقيق، عليهم معلقه سكر، عليهم نص معلقه ملح، معلقتين زيت، وبعد كده العجن. الميه حسب الدقيق اللي موجود عندك. هي اخدت مني هنا 2 كوبايات ميه دافيه. خلاص. هقطعه بقى الحجم اللي انا عايزاه، يعني اسيبه يرتاح شويه، اسيب العجينه ترتاح شويه، وبعد كده هبدا ايه اقطعه قطع صغيره كده، واسيبه برضو يرتاح شويه. تمام. بس اهم حاجه تعجني بس العيش كويس، علشان يبقى مفرود معاكي، ما تيجي يعني تفرديه وكلام من ده، يبقى ايه، يبقى مفرود معاكي بسهوله، ما يفضلش يشد منك زي الاستيك كده. هتعجنيه عجنه صح كده، لان ده عيش. تمام. مش اي معجنات، يعني في معجنات بتحتاج انك انت تعجنيها وتتعافي عليها كده. العيش بالذات من المعجنات اللي احنا لازم نتعافى عليها كده ونعجنها عجنه تمام. هنسيبه بقى يرتاح شويه كده عبال ما نشوف ايه الشاورما. بصوا الشاورما انا بقلبها بس من كل النواحي، بحيث ان هي ايه تاخد الوش بتاعها. بصوا دول حبه صدور سبتهم برضو. انا حبيت اعرفكم ان احنا ممكن نعمل اكتر من اكله من صدور اللي هي البانيه. خلاص. دي حطيناها في الطاسه يا دوبك كده، معلقه سمنه. بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها وريحتها وطعمها كان يجنن بصراحه. ودي الشاورما خلاص جوه اهي في الفرن. هنبدا ان احنا ايه نطلع. بصوا العجينه عامله ازاي، العجينه بقى ارتاحت معايا وخمرت خالص. اديت لها بوكس بقى كده، خلاص تاكدت انها ايه، انها خمرت. عايزه اقول لكم الشاورما دي، بصوا الخلطه بتاعتها جميله جدا، اتمنى انك تجربوها تعجبكم قوي. طبعا يعني احنا حبينا نعملها زي الشاورما اللي بتيجي من بره، اللي هو السيخ اللي هو اللي احنا بنشوفه بيقطعوا منه بالايه، بالسكينه كده، هي نفس الشكل. خلاص هي استوت. عشان ما تنشفش مني، عبال ما اخلص العيش هعمل ايه، هلفها بايه، بورق الفويل بتاعها. هسيبها كده ايه ترتاح خالص، وفي نفس الوقت ما تبقاش ناشفه، تبقى الفراخ تحس انها طريه وجوسي كده، طعمها حلو قوي. تمام. هبدا بقى دلوقتي اقطع العيش قطع صغيره، الحجم اللي انتوا عايزينه براحتكم خالص. انا عايزاه يكون زي العيش اللي هو بيجي جاهز، اللي هو من بره، العيش الابيض الحلو ده. تمام. وزي ما قلت لكم العجينه بتاعه العيش دي تنفع تتعمل عيش عادي من ده، واللي هو العيش التورتيلا، او كمان الرقاق الطري والرقاق الناشف. وان شاء الله باذن الله احنا هنعمل مع بعض انواع مختلفه من العجينه دي، وهنعمل مع بعض الرقاق بقى عشان العيد الكبير بقى والرقاق والفته واللحمه والحاجات دي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. خلاص كده انا هغطي بس على العجينه عشان ترتاح شويه. شايفين بصوا عامله البار ازاي، البار تحس ان انا كده واقفه في ايه، واقفه في فرن. زي ما قلت لكم انا مش عايزه الرغيف يبقى رفيع قوي، لان انا هفتحه من النص واحط جواه الشاورما. العيش ده والله العظيم يتاكل حاف، تحفه بجد والله. انا بحب دايما ريحه العجين، وريحه العجين هو بيتخبز كده في البيت، بيدي ريحه حلوه كده، وبجد خير، ريحه خير يعني. وطالما عندك دقيق في البيت خلاص ما تشتريش هم حاجه، اي حاجه هتتقضى واي حاجه هتعمليها هتبقى موجوده، واي حاجه في البيت هتمشيه. عيش وجبنه، عيش وبطاطس، عيش وعملتي فول. مش شرط يا جماعه ان احنا نخبز عيش عشان نحط فيه لحمه ولا نحط فيه فراخ، مش شرط ابدا والله. ربنا يجعل الخير ما بين ايديكم يا رب كده، ويرزقكم من وسع، انا وانتوا وكل مسلم. اللهم امين يا رب العالمين. ويرزق كل الناس
الاذان بيأذن اهو، وامنوا بقى الدعاء، ربنا يتقبل مننا ان شاء الله. بصوا شفت الشاورما عامله ازاي، شفت الشاورما، بصوا انا عماله اقطع فيها، وميرنا ومحمد واقفين جنبي عمالين ياكلوا بألف هنا. مستبرين لحد ما اخلص. بصوا جميله جدا وشكلها حلو ومختلفه. بصوا بقى العيش وجمال العيش. بصوا ميرنا واقفه تصوره ومستنياه بقى يقب بقى بالشكل اللي احنا بنحبه ده. شايفين جمال العيش؟ بصوا انا ما سبتهوش بعد ما بططته، ما سبتهوش خمر كتير. لا انت خلاص، هو ارتاح في البدايه وخمر كويس قوي، وبعد ما عملناه قطع صغيره كمان خمر، خلاص يدوبك بططي وحطي على البوتاجاز على طول. انا جربتها والله لقيتها كده احسن، لما بيقعد يعني ما بتسيبيه يخمر قوي، ما بعرفش اشيله من مكانه، ما بعرفش احركه من مكانه، بحس ان انا هعيده تاني من اول وجديد. الله اعظم العزة الدوام لله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا محمد رسول الله. الاذان بس بيأذن يا جماعه. انا كده خلصت، وبحط بقى الشاورما في العيش، يا دوبك بقى تحط عليها كاتشب، تحط عليها باربيكيو، تحط عليها سلطه، تحط عليها طحينه، اللي انتوا عايزينه اعملوه. انا بس اديت لكم الفكره واديت لكم الوصفه، واتمنى كده الطريقه تعجبكم وتجربوها وتقولوا رايكم ايه. وبقول لكم تاني، اتمنى انك تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير وتقولوا لاصحابكم على القناه بتاعتي. ويا رب الفيديو يعجبكم. مع السلامه.